السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم وصفتين سهلين. الأول حطيت اللحمة، طبعا عارفين كلنا ايه سلق اللحمة. حطيت اللحمة تتسلق، هتاخد نص سلقة. أول ما تستوي نص سوا هبدأ أطلعها من الحلة. عبال ما اللحمة تاخد نص سوا يكون أنا حطيت في صينية تاني معلقة سمنة كبيرة ومعلقة توم كبيرة. هبدأ أعمل الوصفة الأولى معاكم. الوصفة الأولى سهلة جدا. الوصفة الأولى هعمل معاكم معلقة تومة بمعلقة سمنة كبيرة وأديها تشويحة لغاية ما تصفر، تاخد لون خفيف. مسافة ما التومة تاخد لون يكون أنا هروح هحط نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة ملح، نص معلقة كبيرة. هروح هضرب في الخلاط أو في الكبة. أنا جايبة نص كيلو طماطم وكم حبة بصل، هضربهم مع بعض في الطماطم. هعمل صينية بطاطس خفيفة وسهلة وفي نفس الوقت مبقاش تقيلة على المعدة، أخف من اللي هو مسبك، يعني تعتبر ني في ني، يعني زي صينية البطاطس الني في ني. هبدأ أحط الطماطم وحطيت البصل معاها وهضربهم في الخلاط. هتكون البصلة معايا التومة معايا، معلقة التومة ومعلقة السمنة اللي أنا حطاهم في الصينية على النار اهي. هتبدأ تاخد لون خفيف. أول ما تاخد لون خفيف معاي هنزل على طول بالطماطم والبصل اللي أنا ضربهم في الخلاط. دي يا جماعة بتكون خفيفة خالص عن ما نحمر البصل، يعني غير لما نقطع البصل ونحمر وكده، دي أخف على المعدة. وهسيبهم يتسبكوا شوية. قبل ما يتسبكوا هيكون معايا قرن فلفل أخضر، هنقطع طرنشات ونحط عليهم، يديهم طعم. يعني ده مش ضروري، يعني اللي عايز يحط واللي مش عايز خلاص. اول ما تتسبك معايا بالشكل ده انا هاخد للوصفة التانية طبق من التقلية دي، يعني اللي انا عاملاها الخفيفة. هبدأ اخد طبق كده اخليه للوصفة التانية اللي انتوا هتشوفوها بعد شوي. هتكون وصفة حصريا على قناتي. تابعوا الفيديو للآخر عشان لو ما شفتوهوش مش هيفوتكم كتير. محدش يعرفها دي، ولو اي حد يعرفها يقول لي في الكومنتات. هبدأ احط البطاطس بتاعته، عاملة حلقات بطاطس. هحط عليها شوية مرقة اللحمة دي. هنزل عليها بكام كبشة مرقة لحمة. انا مشغلة عليهم النار، يعني ياخدوا فورة، وهنحطهم في فرن البوتاجاز او الفرن العادي. هنا اللحمة معايا استوت نص سوا، مش هنخليها سوا كامل، نص سوا. تاخد نص سوا والنص التاني تاخده مع البطاطس في الفرن. هنزل باللحمة على البطاطس، هحطها بالشكل ده. بس كده تمام. تابعوا الفيديو للآخر يا جماعة، الفيديو فيه أكلة جميلة في آخر الفيديو، حصري على قناتي. لو أي حد من الدول العربية بيعملها يقول لي في الكومنتات، ولو أي حد داخل مصر برضو بيعملها يقول لي في الكومنتات ويقول لي اسمها يعني هو بيعملها اسمها كده. بعد ما حطيت معلقة السمنة وشوية ال7 بهارات على الوش، على اللحمة وعلى البطاطس، هبدأ أدخلها في الفرن. يعني بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة، يكون اللحمة كملت سواها والبطاطس استوت. ادي طاجن الطماطم بالسكر، ده الاكلة التانية اللي انا هعملها النهاردة. هحتاج على الطاجن الوسط ده 5 حبات طماطم حلوين، مش صغيرين ولا كبار، وسط. هقطعهم حلقات بالشكل ده، هقطعهم معاكم حلقات. بعد ما خلصت تقطيعهم هقطعهم بالشكل ده حلقات، وانا مشغل عليهم النار من تحت. غطيتين من السكر او 4 معالق كبار سكر، يعني ما يساوي 4 معالق كبار سكر، هحطهم على الطماطم اللي انا قطعتها حلقات معاكم. وطبق التقلية اللي انا اخدته من تقلية البطاطس هو ده اللي هحط عليهم. بس كده. وهحط
المرقة بتاعتي بس، مش هكتر المرقة بتاعتي. هحط شوية مرقة لغاية ما اغطي الطماطم خالص. بس كده تمام. هاخد واحد تاني. كده تمام اهو. دي الوصفة بتاعتنا. هبدأ احط دلوقتي معلقة سمنة بلدي، هوزعها على الطاجن. دي طماطم بالسكر، عليها طبق تقلية، وطماطم مقطعة حلقات، وعليها السكر 4 معالق سكر، 4 معالق كبار سكر، وطبق من التقلية على حسب الكمية اللي انت تعملها. انا دلوقتي عاملة طاجن معاكم هوريهولكم. ورشيت 7 بهارات على الوش، وهدخلها الفرن تستوي. ما تنسوش اللايك يا جماعة لو عجبتكم الأكلة والفيديو. أتمنى أن ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان ينزلكم كل ما هو جديد. وده الشكل النهائي لصينية البطاطس باللحمة ني في ني، ودي طاجن الطماطم بالسكر. وأشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.